الأمر الثاني الأمر بكف الصبيان عن اللعب ونحوه عند غروب الشمس لدفع شر الشياطين عنهم. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، وفي رواية إذا غربت الشمس، فكفوا صبيانكم وفواشيكم أي أنعامكم. قال: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم. ثم قال: فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، أي بالليل أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكئوا خربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وفي رواية عودا، أن تضع على الآنية عود ليس عندك غطاءها، واذكروا اسم الله، وأطفئوا مصابيحكم. هذا الحديث العمل به من السنن المهجورات، قل من يتذكر ذلك. من يغطي الإناء ويذكر اسم الله عز وجل يقول بسم الله، ومن يغلق الباب ويقول بسم الله. الأمن والأمان موجود، ولكن الأمن والأمان لا يمنع الشيطان يدخل، فلا تترك الباب مفتوح إلى الصباح، أغلق الباب وسم الله عز وجل. في هذا الحديث فيه أن للعب أوقات، وأن على الناس أن يتقوا شر الشياطين، وفيه أن الشياطين قد يخطفون الإنسان ويخطفون المواشي. قال: فإن للشياطين خطفة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع. والناس في القديم لما كانوا يعيشون في القرى وفي الجبال كانوا يشعرون بهذا، وهذا قد وقع في عهد عمر. فقد ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو في إرواء الغليل بسند صحيح رواه البيهقي وغيره، أن رجلا من قومه من الأنصار خرج إلى صلاة العشاء فاختطفته الجن، فجاءت زوجته لعمر فقالت: إن زوجي خرج إلى العشاء ولم يعد. فبعث إلى قومه فقالوا: نعم خرج إلى العشاء ولم يرجع. فقال: تربصي 4 سنين. فتربصت، ثم جاءته بعد 4 سنين فقال: اعتدي. فاعتدت عدة الطلاق ثم تزوجت. ثم جاء زوجها بعد مدة وجعل يخاصم عمر، فقال: يذهب أحدكم السنين لا يدرى عنه ثم يقول زوجتي زوجتي، اذهب. فقال: يا أمير المؤمنين إن لي عذرا. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت إلى العشاء الآخرة فاختطفتني الجن، فمكثت فيهم ما شاء الله أن أمكث، ثم غزاهم جن مسلمون وأسروا منهم أسارى، وكنت ممن أسر منهم. قال: فلما رأوني أصلي قالوا: إنك رجل مسلم ولا يحل لنا أن نأسرك، فاختر، إما أن تبقى عندنا أي حرا، وإما أن ترجع إلى أهلك. قال: فاخترت الرجوع إلى أهلي. قال: فأما الليل فليس يكلموني أي يتركوني أنام، وأما النهار فعصا أتبعها حتى أتيت المدينة. فسأله عن طعامه فيهم وكيف كان يعيش. فالجن لهم خطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك. فلا يترك الأولاد عند غروب الشمس يجولون أمام البيت أو في الصحراء، إنما يدخلون عند غروب الشمس، وهكذا البهائم. وفي الحديث أيضا الأمر بإغلاق الأبواب وتقضية الأواني وذكر اسم الله عز وجل على ذلك، وفيه الأمر بإطفاء النار عند النوم.